حياكم الله طالباتنا طلابنا متابعي قناة الطالب العراقي. قبل البدء خلي المقطع لايك حتى يوصل أكبر عدد من الطلاب ويشوفونه، واشترك وفعل زر الجرس. اشترك بالقناة حتى يوصل لك إشعار فور نشر أي خبر من قبل قناتنا بالأخبار القادمة. ويلا نبلش بالأخبار. وزارة التربية تعلن لوائح محاولات لطلبة الصف السادس العلمي والأدبي والخارجي، وكالتالي: أولا، الطلبة الذي يحق لهم المحاولات مخيرين بين الانتظام بالدوام أو الشمول بالمحاولات، يعني أما تقدر تداوم أو الشمول بالمحاولات، إنه تختار إنه المحاولات المادة اللي بقيت بيها إنه تخليها تحميل للسنة القادمة وهي فقط تمتحن بها. اثنين، طلبة الانتساب الرغبين بالمحاولات يلغى انتسابهم. ثالثا، الطلبة يحتفظ الطالب المشمول بالمحاولات برقمه الامتحاني للعام الماضي ولا يجوز نقله إلى أي مدرسة أخرى. الطلبة الذي استفادوا من قرار المحاولات في السنوات السابقة غير مشمولين بالمحاولات. إن آخر موعد للتقديم على المحاولات هو يوم الخميس الموافق 14/3/2024. الطلبة الذين قدموا الامتحانات الخارجية للعام الدراسي مخيرين بين أداء الامتحانات الخارجية أو شمول المحاولات، يعني صار يشمل الكل. هذا ما لدينا. تحياتي.